تيشيرت اصفر، ترابيزه تقريبا صفرة، اضاءه صفرة هنا، اضاءه صفرة هنا، لوجو ورا، شغل سينمائي. وبمناسبه بقى الشغل السينمائي، فاحنا النهارده جايين نتكلم عن اكتر 10 افلام تقدر تتعلم منهم انجلش، ومش بس انجلش، اكسنت كمان. اسمع الانترو وتعالى لي تاني. ويا مساء الفل افري بودي، معاكم عمر عبد الرحيم. اهلا وسهلا بيكم يا شباب ويا بنات في فيديو جديد. زي ما قلنا كده في بدايه الفيديو، احنا النهارده هنتكلم عن اكتر 10 افلام هيفيدوك جدا لو انت حابب ان انت تتعلم انجلش عن طريق الافلام. ودي من ضمن الحاجات اللي انا دايما بنصح بيها، لان انت لما بتتعلم انجلش من الافلام الموضوع بيبقى اسهل لك، وبيبقى صعب كمان انه يتنسي. يعني كل المعلومات اللي انت بتاخدها من الافلام بيبقى صعب انها تتنسي شويه، لان طبعا الافلام بتبقى فن وحاجه مسليه جدا وانت بتتفرج عليها، فالموضوع ما بتحسش ان هو مذاكره يعني او في ضغط عليك. كل الافلام اللي موجوده معانا النهارده حاولت بقدر الامكان انها ما يكونش فيها اي حاجه مش مناسبه للمجتمع بتاعنا او للاخلاقيات بتاعتنا او الدين بتاعنا، بحيث المناظر بقى والمشاهد اللي مش حلوه يعني ما تبقاش موجوده. انا مقسم الافلام اللي معانا النهارده اللي هم عددهم 10 ل3 مستويات: beginners، intermediate، وadvanced. طبعا مش محتاجين وصف يعني او ترجمه، فانت فاهم كل حاجه. لا مؤاخذه. خلينا نخش على اول مرحله وهي مرحله البيجنرز. اول فيلم معانا النهارده اللي هو توي ستوري، حكايه لعبه. هو الحقيقه جاي من اسمه جدا، هو مجموعه من الالعاب مملوكه لطفل معين اللي هتعرف اسمه لما تتفرج على الفيلم، والالعاب دي بتعدي بمشاكل كتيره جدا وبتعدي بمغامرات كتيره جدا وبيحلوها. الفيلم ممتع جدا وهتتبسط بيه سواء كنت صغير او كبير. تاني فيلم في مرحله البيجنرز هو فورست جامب، وده بيتكلم عن شخص عايش في الخمسينات عنده ذكاء محدود شويه، انضم للحرب وبيتعرف على اصدقاء جديده وبيمر بمشاكل اللي لها علاقه باصدقائه الجداد وباصدقائه كمان القدام. الفيلم عظيم جدا وهيعجبك قوي، وكمان هتتعلم منه كتير قوي. ثالث فيلم هو مش فيلم واحد، هي سلسله اسمها ذا هانجر جيمز، العاب في الهنجر. كلمه هانجر اساسا عندنا يعني مخزن، هيبقى اسم الفيلم ايه؟ العاب في المخزن. هي سلسله جميله جدا وحلوه، فيها مشاهد عنيفه شويه فما انصحش بيها الاطفال، لكن اللغه المستخدمه في الفيلم قمه في السهوله، سواء كان الجرامر المستخدم فيها او الستراكشر اللي هي بنايه الجمله او الكلمات، حتى الموضوع سهل، فيبقى سهل انك تتعلم منه وتلاقي الكلام اللي انت بتتعلمه من الفيلم ده موجود في يومك العادي. بس انصحك تشوف السلسله دي بالترتيب. نخش على تاني كاتيجوري او تاني فئه معانا اللي هي الفئه المتوسطه، الانترميديت. اول فيلم فيها اللي هو وندر. الفيلم رسالته حلوه جدا. رسالته هي عباره عن دعوه للمجتمع ان هو يتقبل الاطفال اللي عندهم تشوهات عقليه او تشوهات بدنيه او شكليه، بحيث ان هم يتعاملوا طبيعي جدا جوه المجتمع. الفيلم بسيط جدا ومش هتقابل فيه اي تعقيدات خالص، بالعكس هو فيه مصطلحات طبيه ومصطلحات مجتمعيه هتفيدك جدا. تاني فيلم وهو سلسله كامله اللي هو ذا تيرمينيتور. ممكن تقول عليها ترمينيتور عادي خالص، او تتعوج فيها شويه زي ما انا اتعوجت فيها كده، ترمينيتور. ما علينا. هي سلسله كده فيها 6 اجزاء تقريبا لو انا فاكر صح. الحلو في السلسله دي انها بتشدك قوي، بتبقى عايز تعرف ايه اللي هيحصل في الفيلم اللي بعده او في الجزء اللي بعده. اللغه اللي فيها متطوره شويه، هتلاقيها اعلى شويه من المبتدئين، عشان كده اخترت انها تبقى موجوده في الفئه المتوسطه. اتفرج على الاجزاء كلها، ويفضل بالترتيب طبعا عشان تبقى فاهم مسار القصه ماشي ازاي. بمناسبه البطل بتاع السلسله دي، هو نطق اسمه صحيح ارنولد شوارزنيجر، فانت ممكن تختصر الموضوع وتقول عليه ارنولد عادي، كلنا عارفين انت بتتكلم عن مين يعني. ثالث فيلم معانا في المرحله المتوسطه اللي هو وانت سمعتني صح، انا بقولها مش اكيد انت عايز تعرف انا نطقتها كده ليه. هتلاقي فيديو يظهر لك في اخر الفيديو خالص، ممكن تدوس عليه وهتعرف ليه. فيلم هو جزئين، الفيلم رعب بس نينجا، فيلم بجد جامد. اكتر 3 انواع افلام تقدر ان انت تتعلم منهم وتتاكد ان انت هتتعلمه منهم ومش هتنساه: افلام الرعب، افلام الكوميديا، والافلام الحزينه او التراجيديه. لان اي حاجه بتتعلمها بتبقى داخله مع احساس بيبقى صعب انها تتنسي، وده اللي بنسميه بالسبكونشس ليرنينج. اتفرج على الفيلم ده هتتبسط. نخش على ثالث كاتيجوري او ثالث فئه معانا، وهي فئه المتقدمين في اللغه او اللي هم الادفانسد. اول فيلم هرشحه اللي هو فيلم لوجان. الفيلم طبعا بيتكلم عن شخصيه وولفرين اللي كلنا عارفينها. المحادثات بينه وبين الشخصيات التانية لاحظت انها قصيره، يعني الجمل بتاعتها مش كبيره او طويله، ولكن معقده شويه، بتتقال بسرعه، يعني الجمل مش بسيطه خالص وبتتقال بسرعه. وغير كده كمان الفيلم بيقدم جزء كبير قوي عن الثقافه الامريكيه والجغرافيا بتاعتها، وكمان بيقدم جانب ضخم جدا من اللهجه الامريكيه اللي هتلاقيها مختلفه جدا في الفيلم ده، ومن شخصيات متعدده. بمناسبه بقى الشخصيات المتعدده، الفيلم اللي معانا اللي جاي اللي هو فيلم سبليت.
سبليت. الفيلم ده عبقري. جيمس ماكافوي اللي هو البطل بتاع الفيلم ده يقدم في الفيلم ده اكتر من شخصيه، وكل شخصيه فيهم عندها اللانجوج بتاعتها والميتا لانجوج الخاصه بيها والاكسنت بتاعتها واختيار كلمات مختلفه لكل شخصيه فيهم. هو المفروض رعب، بس هو رعب نفسي اكتر من انه رعب اشكال ومناظر وحاجات بتخوف. اخر فيلمين هتكلم عنهم في المرحله المتقدمه هم رايحين اكتر للبريتش انجلش والبريتش اكسنت عشان مش عايز انساهم. الفيلم الثالث في مرحله المتقدمين هو لورد اوف ذا رينجز. Lord of the Rings. الفيلم ده كلامه تقيل قوي وتركيبته صعبه والجمل فيه والستراكشر فيه صعبه جدا. هتعجب الناس اللي بيحاولوا ان هم يتعلموا الشكل المتقدم للغه الانجليزيه او المستوى المتقدم في اللغه الانجليزيه. ولو عايز تتعلم لهجه بريطانيه صح ركز قوي مع الفيلم اللي جاي ده. جيمس بوند. انا بتكلم هنا عن السلسله بتاعت الممثل اللي هو دانيال كريغ اللي انت شايف صورته قدامك ده. الراجل ده قدم 5 أجزاء للسلسله دي اللي كان اخرها No Time to Die. اللهجه بتاعته بريطانيه صرف، سقع واصلي مقصل وتقيل ولزج. كل النطق واللهجه في السلسله دي بريطاني فقط، الا بضع الشخصيات اللي يتعدوا على الصوابع، يعني صوابع ايد واحده، واللي انت هتشوفهم لما تتفرج على السلسله دي. دايما بنصح بالسلسله دي والممثل ده بالذات للناس اللي عايزين يتعلموا بريتش اكسنت او لهجه بريطانيه. كده يبقى خلصنا ال10 افلام اللي معانا النهارده. دلوقتي انت اكيد عندك سؤالين. اول سؤال فيهم ازاي اتعلم من الافلام، واجابه السؤال ده هتلاقيها موجوده في فيديو، هتلاقيني حاطط لك اللينك بتاعه في الديسكربشن. وتاني سؤال عندك، اتفرج على الافلام دي فين؟ دي بقى اللي هنخليها في فيديو تاني. هنبقى نعمل فيديو ان شاء الله عن مراجعه اكتر تطبيقات ممكن ان انت تتفرج على افلام عليهم باستخدام الانجليش سبتايتلز، بحيث ان هو الكلام اللي بيقولوه يبقى ظاهر قدامك على الشاشه. ولو انت بتستخدم تطبيق معين ممكن ترشحه لنا وتكتب لنا الاسم بتاعه في كومنت. يا رب تكونوا اتبسطت النهارده شويه. ثانك يو سو ماتش فور واتشنج، واشوفكم ان شاء الله الفيديو جاي.